ويلكم يا صديقي. النهارده جايب لك فيلم مليان بالاكشن والاثاره والدمار، بس ارجو يا صديقي ما تبخلش عليا باللايك، صدقني هيفرق معايا جدا. ولو اول مره تشوفنا ينزل اشترك وفعل زر الجرس علشان توصل لك كل جديد. بس قبل ما تبدا الفيلم اذكر الله وصلى على النبي. وبيبدا الفيلم مع شويه شباب قاعدين في مركب بيصطادوا سمك، وبيدخل عليهم الليل والجو بيمطر جدا. واحد منهم بيرجع على بيته بالليل وبيكون اسمه تشاوج، وبيقابل واحده ست وبتقول له مراتك بتتعاطى مخدرات، وبتاكد له ان المطعم بتاعهم اتباع. وبيستغرب جدا على اللي حصل وبيسيبها وبيمشي، وبيروح في مكان صغير ابو تحت الكوبري، وبيلاقي مراته قاعده في حته غريبه جدا وحالتها صعبه خالص. وبيفتكر لما كانوا في رحله وبنته بتقول له تعالى نصطاد سمك، وبتساله مراته انت رحت فين كل ده وفين بنتي. وبنرجع فلاش باك لورا وهي قاعده في المطعم وبتوزع اكل على الناس. في واحد بيكون قاعد وبيقول لها عايز مشروب، وبتروح تقدم له المشروب وهي ماشيه بيعزم عليها انها تشرب، لكن بتقول له انها مش بتشرب، لكن بيقول لها اشربي ده المشروب طعمه جميل. وبيكون حاطط لها مخدرات في المشروب، وبتشرب وبتحس بدوخه وبتحس انها تعبانه جدا، وبتروح تقعد على الكرسي. وبيروح واحد منهم بيديها ورقه بيضه مكتوب فيها العنوان ان ممكن تاخد منه مخدرات تاني. والموضوع بقى ما بيخلصش لحد هنا، وبتفضل تروح علشان تاخد منه المخدرات كل مره، وبتقعد تشرب المخدرات كتير في الشارع. وبيسمع تشاون قصتها وبيقعد يعيط، وبيبقى ماسك صورتهم. وتاني يوم بيروح الكوبري وبيلاقيها بتنط، وبيندى عليها بصوت عالي علشان ما تنطش وتنتحر، لكن هي بتقول له ما تجيش خلاص انا هنتحر واموت نفسي. فبيقول لها لا انا مش هسيبك، وبيوعدها انه هيخليها تبقى كويسه وهيعالجها ومش هيخليها تشرب مخدرات تاني ابدا. وبتعرفه انها مش هتقدر تبطل مخدرات تاني، وبتقول له انا اسفه، وبتنط من فوق وبتدوس عليها عربيه. وجوزها بيقعد على الارض وبيعيط وبيكون منهار. وبنيجي هنا وبنشوف راجل غني راكب عربيه ومعاه رجاله كتير بيقرر يهجموا على المخزن اللي بيكون في ناس جوه، وبيقول لهم ما تتحركوش، وبيضربهم الراجل لغايه لما بياخدوا شنطه المخدرات وبيمشوا. وبيروح على قصر كبير وبيديها لواحد قاعد على الكنبه من الرجاله المساعدين، وبيديله بيانات الشخص اللي هياخد المخدرات، وبيديله فلوس مقابل ان هو جاب المخدرات ووصلها لغايه المكان. وبيعرف انه هيروح يتكلم مع المدير، وبيدخل اوضه واسعه والمدير بيكون جوه نايم على السرير ومركبين له اجهزه. والدكتور بيقول له ان هو لازم يرتاح، وبيقول كن اول لرئيس العصابه لقينا ابنك. وبيخلع جهاز التنفس وبيقول هو فين، وبيعرفه ان هو في مدينه الفلبين، وبيقول له اسمه تشاونج. وبيقول له ياه اخيرا هشوف ابني، ده من ساعه ما اتولد وانا ما شفتوش ولا مره، وعدى اكتر من 40 سنه. وبيأمر مساعده هيرتا انه يرجع له ابنه، وبيعرفه هيرتا ان تشاونج مجرم خطير جدا ومحجوز في السجون الفلبيين الفوضويه، يعني مفيش قانون بيمشي فيها. وبيبدا يحكي له قصه تشاونج، وبيقول له ان هو ده وهو عنده 10 سنين امه ماتت، وبدا يعيش في الشارع وانضم لعصابات كبيره وهو عنده 19 سنه، وبقى زعيم العصابه دي. ودلوقتي هو عايش وما ماتش، وبالنسبه اللي هو يقتل او يسرق دي حاجه بتبقى عاديه بالنسبه له. وبيقول له ده حتى اكل لحم بشر قبل كده. والرئيس بيقول له لازم تجيبولي هنا باي ثمن. والمساعد هيرتا بيقول له طمن يا بص ما تشغلش بالك، وبيسيبه وبيمشي. وبنروح لتشاون وبيدخل عليه رجاله الشرطه وبيضربوه جامد وبيغطوا وشه بعد ما بيتاكدوا ان هو مات، وبياخدوه مكان بعيد جدا. وبيلاقي الراجل اللي امر انهم يضربوا تشاونج قاعد في السجن بيسرح شعره، وبيبان كده انه ناوي يجهز علشان يخرج من السجن. وتاني يوم الصبح بيجي السجان يدخل زنزانه الراجل ده، وبيقول المسجون رقم 2133 في واحد دفع لك كفاله علشان تخرج. وبنلاقي الراجل ده بعد ما خرج قاعد على مركبه كبيره في البحر، وفي رجاله بتهجم على المركبه بتاعته، لكن بيقعد يضربهم بكل عنف ومحدش بيكون قادر عليه. ومنهم اللي بيرميه في البحر، ومنهم اللي بيكسر دراعه، وبيفضل يضرب فيهم لغايه لما بيخلص عليهم. وبيكون في واحد منهم رايح علشان يضربه، لكن فجاه بيظهر شخص على المركب تاني وبيضربه بالرصاص، وبيديله ازازه ميه وبيساله هو انت بخير. وهنا بنكتشف ان هم اصحابه، والولد اللي ساعده ده اسمه اندو، وبيأكد له ان دول رجاله هيرتا اللي هجموا عليه وعلى المركب بتاعه وكانوا حريصين انهم يقتلوه. وصاحبه بيقول له احنا خلاص قربنا على مانشن ومش هنتراجع. وهو بيعرفه انه من ساعه ما ماتت مراته وبنته وهو مش قادر يرجع خطوه لورا ولازم ينفذ المهمه. وبيساله هو فين عمك، بيقول له اكيد بيبيع المخدرات، وانا عرفت لجنه كفاح المخدرات ايه الموضوع ده، وهم هيقبضوا عليه في الوقت المناسب، بس لازم يكون في ادله كافيه علشان نثبت ان هو بيبيع المخدرات. وبيقول له خطتنا هنبداها من اول ما نوصل لمانشينج. وبيقول له صاحبه انت لازم تلعب دور ابن كيم كان علشان تكسب ثقتهم وما يشكوش فيك ابدا. وبيقول له تمام موافق. وبيعرفوا ان في شخصيه اسمها شعير سرق شويه بضايع من موكون، وانا لقيت الشخص ده
بالفعل، وده هيساعدك وهيكون كارت رابع في حفلة الاستقبال النهارده، وهيكون في مجموعة رجالة مهمين جدا. وبيقول له انت لازم تكشف الراجل اللي اسمه شعير ده على حقيقته قدام الكل علشان تكسب ثقتهم. وبيكون اندو قاعد في البيت ولابس لبس عسكري، هو بيكلم البنت وبيقول لها هو ضربك تاني ولا ايه؟ وبترد عليه المرة دي انا كنت السبب في اللي حصل، انا اللي عصبته. بيجي واحد من المساعدين ويدخل على كيم وان بيقول له سمعت عن ابنك، ايه رايك تخليه قائد المجموعه؟ بيرد عليه الرئيس كيم اون بيقول له ما تقلقش وما تحطش في بالك المستقبل، لان ده مش هيأثر على التعاون بتاعنا ابدا، بس انا عايز منك اننا نساعده ويتعلم طريقه شغلنا بسرعه. وبيعلق المساعد وبيقول له ما تقلقش. بعدها بيدخل تشي يونج البيت بكل ثقه، والمساعدين الموجودين بيقولوا له هو انت تشي يونج؟ وبعدها بياخد تشي يونج السيجار من ايد الراجل، بيشمه وبيشربه وبيمسك موبايله وبيكلم حد، والحد ده بيطلع رئيس العصابه. في الوقت ده بيتفاجئ رئيس العصابه لما الموبايل بيرن وبيقول له تشي يونج انت السبب في قتل الناس اللي كانوا بيساعدوني، هو السبب في انهم يهجموا على المركب بتاعه. وبيقول له هو ده الموبايل اللي انت استخدمته؟ فبيرد عليه القائد انت كده عايز تقتلني ولا ايه؟ تشي يونج بيقول له اكيد حصل سوء تفاهم، وبيمسك تشي يونج الاباجوره وبيكسرها على راسه وبيضربه كتير جدا بالماسوره لغايه لما بيقع على الارض وبيفضل ينزف دم. وفجاه امبي بيضرب رئيس العصابه بالنار، وابوه بيكون واقف فوق وبيأمر الرجاله يروح على اوضه الضيوف ويسيبوهم لوحدهم. وتشي يونج بيقول لكيم كان انت شكلك بتقتل كتير، يبقى اكيد انت ابويا. هو بيأمر واحد من المساعدين ياخد تشي يونج علشان يغسل وشه من الدم اللي عليه، لكن وهو رايح ابوه بيمسكه من ايده ويمسك منديل ويمسح الدم من وش ابنه، وبيقول له روح اغسل وشك كويس وبالليل هنعمل حفله ترحيب بيك، وبيسيبه وبيمشي. في الوقت ده كيم كان بيدي الممرضه المنديل اللي عليه الدم، وبتاخده الممرضه وتحطه جوه صندوق وبتوديه لراجل قاعد في العربيه، والراجل ده بياخد الصندوق وبيمشي. والمساعد بتاع كيم كان بيجي يقول له ما كانش في حل تاني غير اننا نبعت الراجل علشان يقتل تشي يونج علشان نعرف مهارته في القتال، لكن هو فاجئنا وقتل الرجاله وخلص عليهم كلهم. فكيم كان بينصحه بيقول له تستشيرني في اي موضوع تعمله بعد كده. المساعد بيرد بيقول له حاضر، وبيأكد له كيم كان انت وتشونج اعز الناس على قلبي ومش هسمح لحد يضركم. وبالليل بتتعمل حفله كبيره جدا لاستقبال تشي يونج، وواحد من المساعدين بيجيب تقرير تحليل الحمض النووي وبيسلمه لرئيس العصابه، وبيأكد التقرير ان تشي يونج ابنه فعلا. رئيس العصابه بيمسك الميكروفون ويعلن النهارده في حاجه مهمه جدا هعلن عنها قدامكم كلكم، انا لقيت ابني اللي اسمه صون ورجع للبلد تاني. صون يبص لابوه وبيبتسم الاب وبيديله تميمه وبيقول له دي حاجه قيمه جدا هتخليك عايش في امان للابد. وبعد كده بيحضنوا بعض، والرئيس بيعزم الحضور على عشاء في البيت وهم قاعدين. واحد بيسأل صون لما كنت في لادليفا كنت بتشتغل شغلك ازاي؟ يرد صون بكل ثقه كنت ببيع منتجات جديده ومش معروفه لان الخطوره بتبقى اقل، والشباب اليومين دول بيحتاجوا احدث حاجه وده هيكون اتجاهنا الجديد في المستقبل. والراجل بيقول له دي فكره حلوه جدا. وكيم كان بيبص لابنه بكل فخر وبيفرح بتفكيره، وبيكون عنده قاعد وبيوجه كلامه للرئيس وبيقول له احنا لقينا اللي سرق بضاعتك. بيرد عليه تشي يونج بجديه وبيقول له هو مين ده اللي يجرؤ ان هو يسرق بضاعه ابويا؟ عنده بيرد عليه ويقول له دول مجموعه من تجار المخدرات في الفلبين والقائد بتاعهم اسمه بيل، وهو حاليا قاعد في مبنى كبير اسمه المبنى الاسود. رئيس العصابه كيم كان يؤمر هيرتا انه يتولى الموضوع ده ويحل المشكله، لكن تيجونج بيقطع كلامهم وبيقول له ان الموضوع ده عندي. هيرتا بيحذره ويقول له المبنى الاسود ده خطير جدا ومش هتقدر عليه، لكن تشيونج بيستفزه بيقول له لا انا اللي هروح بكره وهاجم على المكان. كيم كان بيوافق لكن بيقول له ابعت معاه رجاله تحميه. وبعدها بيفضلوا كلهم يحتفلوا وينبسطوا، وبيجي الصبح وتشيونج يدخل اوضه ابوه وبيقول له الغلط فين؟ بيرد عليه ابوه وبيقول له انا كنت بدور عليك طول السنين دي وانا اسف على اللي حصل لكم وانا دلوقتي حاسس بالذنب جدا من ناحيتك. تشيونج بيقول له انا كنت عايش مع الوحوش البريه والقتله المأجورين وانت طلعتني من السجن ده بكل سهوله، جيت هنا علشان اشوفك للمره الاخيره، لكن هو بيقول له خليك معايا انت عارف اني مش هعيش من غيرك دقايق معدوده وخلاص شويه وهموت، انا اسف ليك علشان اللي عشته طول السنين دي سامحني. لكن تشونج بيقول له مسامحه لكن من ورا قلبه. وبعد كده بنشوف تشونج وهو بيركب عربيه فخمه وبيودع ابوه من بعيد. تشونج بيمشي بالعربيه ولما بيوصل المكان بينزل هو ورجالته من العربيه وبيدخل المخزن الاسود وبيلاقوا ناس سكرانين طينه وضاربين مخدرات وحشيش وبيكون حالتهم صعبه جدا. وتشونج بيدخل على واحد والواحد ده بيكون مشغل موسيقى وبيقعد معاه على الكرسي وبيساله هو انت مين؟ وتشونج
بيوقع كل حاجه من على الترابيزه ويحط رجله عليها وبيخطف المسدس منه وبيفضل يضرب بالنار على الناس اللي موجودين لحد اما واحد منهم يرش بودره وتشونج بيتزحلق وبيقع على الارض وبيفضلوا يضربوا في بعض لغايه لما تشونج بيكسر دراعه. وهنا بالا بيمسك جمر من النار وبيحاول يرميها على تشونج لكنه بيهرب من المكان، وواحد من الرجاله تشونج يرمي عليه حديد فبيقع من الدور الثالث، ولكن بالا بيمسك الحافه علشان ما يقعش ويموت وبيترجى تشونج ان هو ينقذه وبيقول له انا ما كنتش اعرف ان المخدرات دي بتاعت كيم كان وانا ممكن انضم ليكم واكون من رجالتكم. وبيدخل هيرتا على كيم كان وبيقول له ما تقلقش عليه معاه الرجاله هيحموه. بيرجع تاني تشونج على البيت وبيقعد على الكنبه وبيقول لي بالا ادخل، وبيكون جايب معاه البضاعه اللي سرقها وبيمسك كاتيا المسدس وبيحاول يضرب بالا، لكن تشونج بيرفع السلاح في وشه وكام كين بيؤمر هيرتا ان هو ينزل سلاحه وبيقول للمره دي تشونج ما رجعش البضاعه بس لا ده كمان خلاه يجي في صفنا، وبيفتخر بيه جدا وبيحضنه جامد. وبنشوف تشونج وبالا راكبين على عربيه ونازلين منها وبيخشوا المخزن اللي بيكون مليان ناس بيصنعوا الحشيش، وبالا بيعرفوا على المكان وتشونج بيتعرف على اسم المكان وبيصور الرجاله اللي فيه علشان ياخدها كدليل ضد اللي كانوا السبب في قتل مراته. وبيجي الصبح وبيكون تشونج قاعد مع اندو وبيقول له امتى هتنتهي المهمه دي. اندو بيرد عليه بيقول له انا اكتشفت ان موكون عنده مكان خاص بيه وفيه فلوس كتير جدا ومخدرات ولازم نعرف مكانه فين علشان نقدر نقبض عليه. المشكله انه استغل رجاله الشرطه وبيديهم رشوه علشان محدش يقول على اسم المكان ده، لازم تدور عليه كويس علشان نعرف نقبض عليه. وتشونج بيرد عليه هننفذ الخطه الرقم 2. وبيلاقي تشونج بيروح يعزم العم في مطعم وبيقول له ياكل، لكن العم ما بيكونش عايز ياكل وبيقول له ابدا في الموضوع على طول. فبيرد عليه تشونج وبيقول له اديك 40% من حصه الارباح بس بشرط انك تتعاون معانا، لكن العم بيرفض وبيقول له انا عارف كيم كان من زمان ومش هيهون عليه ابدا. فتشونج بيوري له فيديو وهو بيقتل بنته فبيقول له العم انت بتهددني. فتشونج بياكد له بيقول له ايوه بهددك وبيسيبه وبيمشي. العم بيأمر رجالته ان هم يقبضوا على تشو يونج وما يسيبوهوش ابدا، وحد منهم بيرفع عليه مسدس لكن التاني بيوقفه وبيحبسوه في اسم الشرطه. وبالا والرجاله بيعرفوا بالموضوع وبينزلوا من العربيات قدام مركز الشرطه وبيبداوا يرمي قنابل على المكان وكل المكان بيولع. وبيكون العم راكب العربيه ومعاه واحد من المساعدين وبيقول مركز الشرطه اتهجم عليه من اهل تشو يونج. العم بيؤمر مساعده انه يرجع بسرعه للمركز ويطلب دعم من الشرطه. واحد من المساعدين بيدخل على كيم كان وبيقول له ابنك في السجن. كيم كان بيرد وبيقول له الحق اتصل بامبي بسرعه. وفعلا كيم كان بيكلم امبي وبيقول له انقذ ابني، لكن العم بيرد وبيقول له انت مش هتقدر تسيطر على ابنك، انا مش هعمل اي حاجه. وبيكسر الخط كيم كان وبعدها بيتعب جدا وبيدخل الدكتور علشان يعالجه. ورجاله بالا بيكونوا قاعدين يضربوا بالرصاص على مركز الشرطه وبيولعوا في كل العربيات والمكان، والجسر اللي بيكون العم سايق العربيه بيقع والعربيه بتقع لتحت، والعم بيطلب مساعده من اي حد وبيلاقي راجل واقف قدامه ولكن ما بيساعدوش. وهنا اندو بيفتح الزنزانه اللي موجود فيها تشو يونج وبياخده وبيركبوا العربيه، واندو بيقول له لازم نغير الخطه بسرعه لان كيم كان خلاص بيودع وممكن يموت في اي لحظه، لازم نعرف منه مكان الخزنه وكلمه المرور قبل ما يموت. وتشو يونج بيدخل على ابوه واول لما بيوصل القصر وابوه وبيقول له النمر على رف الكتاب اليمين وهتلاقي كلمه المرور على ظهر التميمه اللي اديتها لك، هتعرف تفتح الخزنه وتدخل القبو، ودلوقتي همشي وانا مرتاح. وفجاه تشو يونج بيقرب منه وبيقول له انا مش ابنك، انا واحد عادي، ابنك موجود في السجن الفلبيني واتقتل، انا عملت كل ده علشان انتقم من الاشخاص اللي انت كنت السبب في موتهم بسبب مخدراتك. وتشو يونج بيطلب بالعداله وابوه بيحاول ياخد السلسله من رقبته لكن قلبه بيقف وبيموت على طول، وتشو يونج بيسيبه وبيمشي. وتشو يونج بينزل وبيوقفوا المساعد وبيقول لكل الرجاله دي الوصيه اللي كتبها موكون قبل ما يموت، وطلب ان ابنه سوان يكون الرئيس الجديد وريث كل ممتلكاته، ورقوا هيرتا علشان يكون نائب الرئيس. وفجاه هيرتا بيضرب المساعد بالرصاص في عينيه وبيموته، وبلا ورجالته بيتدخلوا بيقولوا اكيد حصل حاجه غريبه جوه. هيرتا بيتكلم ويقول كيم كان مات وانا اللي هبقى الرئيس، وبنعرف ان هو كان حاقد وغيران من تشونج. وبعدها هيرتا بيضرب نار على كل الرجاله وبيموتهم، لكن رجاله بلا بيتدخلوا وبيموتوهم كلهم. وبلا وتشونج بيهربوا من المكان، وبلا بيروح يجيب العربيه علشان يساعدهم، لكن فجاه هيرتا بيظهر وبيرفع المسدس وبيضرب على تشونج وهيرتا خلاص هيموته، لكن بلا بيوصل وبيخبطوا بالعربيه فبيوقعوا على الارض وبيموت. وتشونج بيمسك السلسله ويديها لاندو وبيقول له كلمه السر موجوده وراها، لكن فجاه بلا بيرفع المسدس عليه
وبيتضح انهم بيضحكوا عليه، وبلا بيثبت عليه الادله كذب وبيقول له انا شرطي وانت متهم في قضيه قتل موكن وقتل العم والتجاره في المخدرات، وبيضحك وبيقول له شكرا انت مش عارف ساعدتني ازاي، انا كنت عايز اوصل للمكان ده. الصحافه كلها بتتكلم عن شجاعه اندو وانه انقذهم من القضيه، وهيترقى لقائد الشرطه في لجنه مكافحه المخدرات. وبيظهر بلا ماسك كل المخدرات ونقلها المخزن تاني، والبنت اللي معاه بتاخد المخدرات كلها بتوديها المكان اللي بيعملوا فيه الطقوس، والبنت بتحبسهم وبتقفل عليهم المكان كله، وبيكون فيه متفجرات وبينفجر، وللاسف ما بيعرفوش يهربوا. وبعد كده اندو بيطلع تشيونج على السطح ومكتف ايده، وتشيونج بيتفاجئ ان الفلوس كمان ولعت وبيقول له انت اللي عملت كل ده، وبيساله انت عملت كده ليه. تشيونج بيعترف انه هدفه كان ينتقم من اللي عملوه في مراته، واندو بيؤمر رجالته انهم يضربوا بالا والبنات اللي ساعدته، وفعلا بيموتوه ويخلصوا عليه. واندو بيمسك المسدس ويضرب على تشيونج بالنار لغايه لما بيقع من فوق المبنى، لكن فجاه اندو بيلاقوا اتنين بيراقبوه في المبنى التاني، وبيزعق بصوت عالي مين اللي مراقبني، وبيكتشف ان صحافه صورته من بعيد وبلغت الشرطه والقوات المسلحه. واندو بيحاول يضرب عليهم نار لكنهم بيسبقوه وبيضربوا عليه نار وبيموتوه. وهنا يا صديقي بينتهي فيلم النهارده. ارجو يا صديقي لو عجبك الفيلم ما تبخلش عليا باللايك والكومنت، ولو اول مره تشوفنا ينزل اشترك وفعل زر الجرس علشان يوصل لك كل جديد. ويلا سلام.